طاسة الكبدة الرهيبة دي أول حاجة تيجي في دماغك دي الكبدة اللي بجيبها من عند الجزار بسعر غالي، لكن لأ، تعالى أقولك عملتها لك بمكون تحفة مش هيكلفك حاجة. لو مش بتحبيه هتعشقيه، هتاكلي صوابعك وراه. يلا نصلي على الرسول نشوف هنعملها ازاي. جبت كيلو ونص من الكبد والقوانص، بعد التنظيف بيكونوا حوالي كيلو صافي. نضفت الكبد وشلت التكتلات الدمويه اللي بتكون فيها وغسلتها كده بشويه ليمون كده حلوين الكبد بس، وشطفتهم بالميه وصفيتهم في مصفى على جنب. طبعا القوانص لازم تتغسل وتشال الدهون اللي عليها كويس جدا جدا، والقلب يتفتح من النص بالسكينه بيكون فيه تكتلات دمويه، اغسليه وضيفي بقى معلقه دقيق مع ليمون مع ملح. القوانص بالزيت لازم تتغسل كويس وتتصفى. ضفت حله على النار اختصارا للوقت، مليت نصها ميه وسبتها تغلي وعصرت نص ليمونه، نص ليمونه بس. نزلت اول حاجه بالكبد حوالي دقيقتين ورفعتها في مصفى على طول تتصفى، وتحتيها طبق، وبعد كده القوانص والقلوب حوالي 3 دقائق يغلوا مع بعض في الميه ورفعتهم. ليه بعمل الخطوه دي؟ عشان انزل اي زفاره في الميه. سبتهم يبردوا تماما، ينفع تدخليهم التلاجة حوالي نص ساعه يتقطعوا معاكي هوا زي ما انا عملت. جبت البلانشه والسكينه قطعت بقى القوانص لقطع صغيره مع القلوب لوحدها، وكمان الكبد على جنب لوحدها. ما تخلطيش الاثنين على بعض، دي تسويه ودي تسويه. الحاجات دي لسه نص سوا ما استوتش سوا تام، انا يا دوبك سقطتهم في الميه ورفعتهم. الميه المغليه وتتخلصي منها طبعا. جريله سخنه على النار فيها شويه زيت كده حلوين. هننزل اول حاجه بالقوانص كمان والقلوب، هندي تقلبتين 3 وبعد كده هدي النار، يعني خليها متوسطه وغطي عليها بغطا محكم عشان تستوي سوا تام عقبال ما نعمل احلى تتبيله في الدنيا. معلقه كبيره من الثوم المفروم، نص معلقه كبيره من البابريكا والكمون، وكمان البصل البودره والكزبره الناشفه، وربع معلقه كبيره من الفلفل الاسود. عندي ربع كوبايه من الخل وعصير كده ليمونه حلوه كبيره على كيلو الكبد والقوانص والقلوب. قلبي بقى اسرع تتبيله في الدنيا 10 دقائق وتخرجي من المطبخ باجمل اكله في الدنيا. هنقلب بقى. نسيت اقولك ان انا ضفت برضو نص معلقه كبيره من الملح. هنقلب وبعد كده نشوف اخبار القوانص ايه. استوت طبعا سوا تام. بعد كده بضيف الكبده. بعد اضافه الكبده طبعا ما بتغيبش ابدا، بس هي لازم اضمن ان هي تكون مستويه من قلبها. زي ما انتم شايفين قلبها لسه احمر، ما استوتش لسه، كانت يعني اقل كمان من النص سوا. انزل بقى بالتتبيله الخرافه دي، تحفة. عاوزة أقولك الوصفة دي هتاكلي صوابعك وراها. لو ولادك مش بيحبوا الكبد والقوانص، نصيحة مني اعملها لهم بالطريقة دي، خطيرة. مش هيبطل أبدا ابنك أو بنتك يطلبها منك. كمان كلها فايدة وقيمة غذائية، وخصوصا بقى فترة الدراسة اللي احنا فيها. وسعرها برضو مش غالي زي الكبدة التانية اللي بجيبها من عند الجزار. نزلت بقى بربع كوباية من المية عشان أضمن إن الكبدة تستوي سوا تام، وهديت النار خليتها متوسطة وغطيت عليها. اوعي تنسي شعرة القرفة، ربع معلقة كبيرة من القرفة، وادعيلي الوصفة دي تحب القرفة، بتعلي التست جدا. ضفت بقى القرفة وكانت خلاص الكبدة استوت. هنزل بقى بشوية فلفل كده حلوين، أخضر على أحمر على سبايسي زي ما انت عاوزة. تحبيها حارة زودي بقى الفلفل الحار زي ما انت عاوزة. ودي بقى تقليبة. بعد إضافة الفلفل حوالي كده 3 دقايق على النار وترفعيها. مش عاوزاه يدبل، عاوزاه يكون مصحصح كده والألوان اللي فيه تكون حلوة. قبل كده عملناها مع بعض بالبصل المكرمل وكانت تحفة، وناس كتير جربتها وبعتت لي وشكرتني عليها. النهارده حبيت أعملها لكم كده بطريقة خفيفة زي الاسكندراني كده، تحفة وجميلة، طعمها خطير. والله لو جربتي الوصفة دي مش هتبطلي تعمليها ابدا. زي ما قلت لك ولادك هيطلبوها منك كل يوم. لو انت مش بتحبي الكبد والقوانص هتعشقيها. خلاص استوت. حبيت ادوقها بقى مع شويه بطاطس محمره، رز، مكرونه. جربوها وابعتولي ان شاء الله تعجبكم بالهنا.